بالحلقة السابقة شفنا ازاي والد وانج ارسل مبعوث الاغتيالات اللي اصابوا القائد تشينج والبقية لحد ما وانج انهى عليهم، بس قصاد كده القائد تشينج اصيب باصابات خطيرة بسببها يتقاعد من عمله، وده الشيء اللي اغضب وانج بالنهاية. ولما سأل العميد هو احنا ازاي نساعده، وقتها العميد عرض له الانضمام لمعسكر التدريب اللي ممكن عن طريقه يحصل على كنز زهرة نادر لعلاج قائد الفرقة تشينج. ومن وقتها وانج ما كدبش خبر وراح الاختبار وهزم معلم الاختبار وضابط الاختبار الداخلي لحد ما الجنرال الاكبر نزل بنفسه علشان يوقف المسخره دي. بس وانج كان خلاص تجاوز الاختبارات كلها، ومن اول هنا بقى خلينا نشوف ايه الجديد مع الجزء الثالث من الاحداث. بعد ما وانج عرف من الجنرال انه هيحصل على 1000 نقطه زياده بسبب هزيمته لشخصين، بنرجع لباي اللي على البوابه اللي كان بيسال يا ترى وانج عمل ايه، وابن عمه بيقول له للاسف نجح بالاختبار، علشان بعدها نشوف وانج انطلق للسكن الجديد. اما تحت بقى بالميز فبنشوف الطلاب بتحكي عن الواد اللي ضرب 2 من الممتحنين، وده بعد ما وصلت سيارة الإسعاف لانتشالهم، والواد ده بيقول لهم بحماس لو الولد ده قوي أنا هقول له يا عمي بعدين. ووانج بيقول سمعتي انتشرت علشان نشوف كمان باي انضرب ضرب مبرح في الاختبار، وبسبب كده غضب إن وانج أفضل منه وترك المكان. ولما وانج بيبدأ ياكل وجبة الغداء بتوصل لينو وبتقول له ممكن أقعد معاك، علشان لما بيسمح لها بتقول له خلي بالك من اللي اسمه باي ده. كان هنا هو وابن عمه، وسمعت إنهم بيخططوا لحاجة ضدك، وللأسف بقى لونج تيان ابن عم باي شخص قوي جدا لازم تحذر منه، انا شفته في الاختبار. وبتقول له عارف مشكلتنا ايه؟ اننا ملناش حد يحمينا ولكن هم اولاد الاشخاص الاثرياء. وانج بيقول لها شكرا على المعلومه، علشان كمان لين تعرفوا على هان واحده من اصحاب المراكز الاولى واللي كانت جالسه بالقرب منهم. ووانج بيقول لها ما تقلقيش هخلي بالي، علشان بعدها بعد ما الكل بينطلق لساحه التدريبات السيد سون بيقول لهم مجموع القبول 312 فرد، اجتاز منهم الاختبار 102 بس، وعلشان انتوا الافضل القادم هيكون اصعب، وده هو يوم استمتاعكم الوحيد لان القادم مختلف تماما. وبينشروا تصنيف الطلاب في الاختبار علشان الكل ينصدم، وانج هو صاحب المركز الاول، وبيقولوا ده معاه 1000 نقطه ازاي، وصاحب المركز الثاني والثالث معاهم 200 بس وقفلوا الامتحان. ولين بتقول ثانيه واحده هو ده وانج اللي هو وانج اللي انا كنت معاه النهارده؟ وبتقول له انت ده ولا وانج ده واحد تاني؟ بيقول لها وانج هو انا، علشان نشوف باي غاضب وبيقول له ازاي حصل على 1000 نقطه لوحده. ولونج بينطلق علشان يقول له ايا كان اللي سلمك ال1000 نقطه بالواسطه انا صاحب الموهبه الافضل منك. ولونج بينطلق علشان لما باي بيقول له انت رايح على فين، بنعرف ان هو متجه لقائد الكتيبه، وبيقول له ايوه مستحيل يحصل على نقاط اعلى مني، انا لازم افهم الحكايه. والسيد سون بيدخل للجنرال وبيقول له الحق الطلاب بيسالوا عن نتيجه وانج ومحتجين بالكامل. الجنرال بيقول له ادام اتجرأوا على الوصول لمكتبي الخاص خليني انا بقى افسر لهم بطريقتي الخاصه. وبيقول له اي حد عاوز يعرف سبب حصول وانج على النتيجه دي اديله صور وقف القوى الروحيه وخليه يجري 100 كيلو متر. السيد سون بيقول له بس مع الصور ده قواهم هتبقى طبيعيه زي الناس العاديه، و100 كيلو دول مش شويه برضه. الجنرال بيقول له نفذ الاوامر وبدون نقاش، لازم يعرفوا هم بيتعاملوا مع مين، وكمان يفهموا ان كل سؤال هيكون قصاده اجابه لن ترضيهم. بيقول له اوامرك علشان نشوف وانج سمع صوت البوك وبيلبس ملابسه وفي اللي بيجري بالبوكسر وحاجه اخر مسخره. وانج بيشوف باي وابن عمه علشان لما بيسال هو ايه اللي حصل لهم، واحد بيقول له زعلوا من موضوع النقاط وبسبب كده اخدوا تدريب خاص بيهم من الجنرال اللي جراهم 100 كيلو متر لوحدهم، ولكن كل ده بقى مع صور كبح القوه، وبالاخير جريوا 70 كيلو زي ما انت شايف بطه بلدي في المكان. والجنرال بيقول لهم طبعا الكل عاوز يعرف ليه وانج حصل على 1000 نقطه لوحده، وبيقول له وانج تقدم للامام وبيامر لونج وهان بالتقدم من بعده، وبيقول لونج وهان انتوا الاثنين هتقاتلوا وانج 2 ضد 1. ولونج بيقول حلو انا مستني الفرصه دي من زمان، وبيقول للجنرال لو سمحت انا لوحدي كفايه ضد وانج. الجنرال بيقول له ما اعتقدش علشان لما وانج بيغضب. الجنرال بيقول لهم هتبداوا بس لو لونج فاز هيحصل على 200 نقطه زياده، وبتبدا هان تفعل قواه للتحول لنجم الجليد، وانج بيقول الاثنين من رتبه اس القويه، ولونج بيتحول لقوه التنين الفوضوي، وانج بيبدا ياخد هيئه الخالد القديم. والجنرال بيقول لهم ابداوا مع اشارتي الحاليه، وبتبدا نجمه الجليد بهجوم الثلج المتساقط، وكذلك لونج بقوه نفس السموم لحد ما وانج بيبدا يصيبه علشان نجمه الجليد تبدا بحمايه صديقها، ولا زالت بتحاول تمطر وانج بمزيدا من السلوك لحد ما جمدت وانج في مكانه فعليا. ومن هنا لونج بيستغل الفرصه الهجوم عليه علشان يبتلع وانج، ولكن جسده مش بيحصل له اي حاجه. والطلاب بيقولوا اسنان التنين اتكسرت، هي القوه دي جايبها منين؟ وعلشان كده لونج بيرجع لهيئته البشريه وبيقول له انت مش بشر ابعد عني حالا. والجنرال
الجنرال بيقول لهم هيتم ايقاف المباراه لحد هذه اللحظه، ومع ان نجمه الجليد بتقول له انا اقدر اقاتل، بس الجنرال بيقول لها لا، لوحدك مفيش فرصه قصاده، وكمان اديكي شفتي بنفسك مفيش داعي للمخاطره من تاني. والطلاب بيقولوا ايه هي قوه وانج علشان ينتصر على 2 من الطلاب من فئه 9 نجوم، وبيتم نقل لونج العلاج علشان الجنرال يقول له وانج هتحصل على 200 نقطه زياده زي ما وعدتك من شويه، وبيقول للكل اي حد بيشكك في وانج دلوقتي مفيش داعي لكتر الكلام، وكمان في نظري هو يستحق اكتر من ال1000 نقطه اللي اخدهم. وبيقول لهم اما دلوقتي بقى فكفايه لعب علشان هيبدا تدريبكم الرسمي الركض 80 كيلو مع الاسوار، وده علشان اهذب قوه ارادتكم الحاليه. ولين بتقول الجنرال عنده حق، لازم يدربنا كويس للسيطره على الشياطين اللي اجتاحت 80% من المدن البشريه. المهم ومع انطلاق الطلاب للتدريب لين بتقول لوانج انت مميز، وهان بتقول له انا مش هنا علشان اوجه لك كلمات قاسيه، ولكن عاوزه نتدرب مع بعض بعدين. واثناء الركض لين بتتعب ولكن وانج مستمر بالركض، وبنشوف الجنرال بيشاهد التدريبات من الاعلى وبيقول وانج فعلا مميز جدا، وانا متاكد انه هيكون ملك حقيقي هيحمي بلدنا في يوم من الايام. السيد سون بيقول له شكلك حاطط امال وتوقعات كبيره عليه. الجنرال بيقول له اول حاجه انت جبت الشيطان اللي انا قلت لك تحضره، بيقول له قريب هيوصل يمكن بالخامسه صباحا اليوم. بس السيد سون بيقول له سياده الجنرال ده من فئه 9 نجوم ذهبي، هل الطلاب حمل شيطان بالقوه دي؟ بيقول له هدفنا هنا وتدريبهم لازم يفهموا ان في قوه اعلى منهم دايما، وده هيخليهم ما يتكاسلوش عن التدريب. وكمان انا عاوز اعرف مقدار قوه وانج الحقيقيه. السيد سون بيقول له فهمت لحد ما بنرجع لوانج وقت الغدا. ولين بتقول له انت بتدور عليا، وبتقول له انا امبارح حصلت على المركز الاخير في الجري علشان وانج يقول لها هي الناس فين، انا مش شايف حد بيتغدى في المكان. بتقول له بيتحدوا مستوى العالم الاقوى، ووانج بيقول لها انا مش فاهم حاجه، ايه مستوى العالم الاقوى ده؟ بتقول له ده مكان بتهزم فيه وحوش ب9 مستويات مختلفه، ولو هزمت الشيطان الاخير هتحصل على 4000 نقطه كامله. وانج بيقول لها انا لازم اروح علشان تقول له ما تستعجلش، احنا لسه طلاب جدد وسطهم، بس اعتقد ان انت تقدر، انت مش بقوتنا اصلا. وانج بيقول لها شكرا على الاطراء الجميل ده علشان وبعد ما بينطلقوا لين بتقول له هتسجل اسمك هناك علشان باي يقابله ويقول له اهلا يا وانج، مش انت اقوى واحد هنا بس لسه ترتيبك رقم 87. لين بتقول له عادي، وانج اصلا لسه ما سجلش ودي اول مره ليه، وكمان في النهايه هيتفوق عليك. باي بيقول لها ابن عمي لونج افضل منه، ولونج بيقول له وانج من يضحك اخيرا سيضحك كثيرا، وكمان انا مش شايفه خصم مناسب ليا علشان وانج يقول له عندك حق انا ما اتقارنش بيك. وبينطلق وانج علشان لونج يقول لباي ما تقلقش مش هيتجاوز المستوى السادس من الاختبار. وبيبدا وانج الاختبار علشان لما بيندمج مع قوى الخالد القديم بيبدا اول وحش بالظهور من المستوى الفضي، ووانج هزمه بسهوله. وبيظهر الثاني شيطان النصل اللي انطلق على وانج، وبرضه وانج اتخلص منه وكسب 120 نقطه على طول. وبيبدا المستوى الثالث مع شيطان لهيب البركان، والممتحنين بيقولوا للسيد سون الشاب ده غريب جدا، هو ازاي ماشي على ألسنة اللهب دي ممكن تأذيه في النهايه. السيد سون بيقول لهم شكلكم ما شفتوش التحدي بتاعه لما كان ضد لونج وهان من يومين. وبنرجع لوانج اللي صد ضربه شيطان اللهب وبسهوله اتخلص منه للحصول على 160 نقطه كامله. وفجاه الغرفه بتتحول للجليد مع المستوى الرابع علشان وبضربه منه بينهي عليه بسهوله برضه، ولكن المره دي بتجيله رساله تحذيريه قبل المستوى الخامس عشان الطلاب يقولوا وانج لازال المتصدر للمراكز الاولى. وبنرجع لوانج اللي كان ضد اسد الغضب وبيقول فعلا قوه مختلفه عن باقي الوحوش، ده من رتبه 6 نجوم تقريبا. وبتبدا المواجهه علشان وانج يستخدم سلاسل القدر اللي الاسد فكها بقوته، وكمان اطلق عليه زئير التنين اللي وانج قدر يتصدى ليه. ومن ثم وانج بيستدعي رمح الرعد اللي قدر يهزم بيه اسد المستوى الخامس، والممتحنين بيستغربوا علشان يقولوا ده اسرع واحد انهى الاختبار. وحتى الجنرال بيشاهدوا علشان نعرف ان وانج حصل على 11000 نقطه تطوير منه. وبيبدا يخترق علشان الجنرال يقول دخل المستوى الفضي من القوه، بالرغم من كده ما حصلش على اي موارد تذكر. والممتحنين مش مصدقين وانج دخل نجمتين من المرحله الفضيه علشان يبدا المرحله السادسه ضد شيطان الظل، واللي من مميزاته انه بيتحرك بسرعه خاطفه. وبالفعل الشيطان بيختفي تحت الارض علشان وانج يستعد لوقف هجماته القادمه، وبيقول وده هحاربه ازاي انا اصلا مش شايفه. وبيفصل درعه علشان لما الشيطان بيهاجمه من الخلف ما كانش قادر يصيبه، ولكن وانج كان عارف مكانه ومسك ذراعه كمان، وبيوجه له ضربات مباشره لحد ما انهى عليه بالقضيه، ومنه حصل على 13000 نقطه تطوير. وطبعا الممتحنين والكل بره معجب بقدراته، وحتى السيد سون بيقول ده الشيطان الوحيد اللي بياخد الوقت الاكبر مع جميع الطلاب، ولكن وانج اليوم انهاه بسهوله. والجنرال بيقول لهم مش بس كده، ده كمان انهى عليه بضربات بسيطه، وده بيدل ان هو استثنائي. وكمان وانج بدا يدخل مرحله اختراق جديده علشان نشوف باي بيقول بره هو ليه وانج
وانج ما خرجش لحد دلوقتي. لونج بيقول له طبيعي ان هو يتجاوز المستوى السادس ولكن مستحيل يوصل للمستوى السابع زي كده. وبنرجع لوانج اللي دخل فئة 4 نجوم فضية وبيقول لهم هستمر لحد ما بيتم اخفاء شيطان الظل من المكان. ومن هنا البوابة بتفتح بشيطان القوة السابعة، شيطان الحديد الناري العملاق اللي مستحيل الأسلحة العادية ولا حتى السحر يأثر عليه. والمسؤولة بتقول لوانج ممكن تخرج في أي وقت لو حابب، ولكن وانج بينطلق لقتاله، بس ده هتقاتله ازاي؟ والاتنين بيدخلوا في قتال مفتوح بدون أي عقبات، ومع إن وانج قدر يأثر على الشيطان لأنه كمان أصيب بجروح خطيرة، ولكن وانج بيمتلك ميزة التشافي التلقائي، والممتحنين بيقولوا الكل بياخد فترة للتعافي ولكن ده بيتعافى أثناء القتال. ومع استمرار المجابهة بينه وبين شيطان الفئة السابعة وانج بينزل بضربة مدمرة على رأسه بيها كسرت أضلاعه بالكامل ليكسب الجولة السابعة ضد أقوى الشياطين، وبياخد 15,000 نقطة علشان يتم تهنئته من الجهاز الداخلي بالفوز السابع. وبيسألوه حابب تدخل المرحلة الثامنة؟ بس وانج كان مرهق وبيقول كده مفيش وقت للتحدي، بس أنا برضه محتاج للراحة. بس نظامه بيقول له لو استمريت في المهمة للنهاية عن طريق استخدام كبح القوة الخاصة بيك هتقفل مستوى النجمة الفضية وتوصل للمستوى الذهبي مباشرة.